أخيرا جبت لكم الوصفات فعلا اللي هتخلصكم من الإمساك، واللي هتجربوها بنفسكم وهتكتبوا لي في الكومنت تحت جابت نتيجة معاكم ولا لأ. وأنا هقدم لكم أكتر من وصفة وإن شاء الله تجيب نتائج حلوة جدا معاكم. بس يلا بينا نشوف أول وصفة. أول وصفة هنستخدم فيها معلقة من عشبة البابونج. كلنا عارفين البابونج بيتباع عند العطار، بناخد منه معلقة على معلقة من حاجة اسمها أو عشبة اسمها الراوند. بنحط الاتنين على بعض وعليهم المية المغلية، وبنغطي الكوب عشان نحتفظ بالزيوت الطيارة الموجودة في العشبتين. وبعد كده بنحليه بمعلقة من العسل وبيكون جاهز كده نشربه مرة صباحا ومرة بعد العشاء. وده هيساعدنا جدا على التخلص من الإمساك. تاني وصفة عندنا وصفة سهلة موجودة في كل بيت، معلقة من الجنزبيل الفريش المبشور. بحط عليها معلقة من الليمون بس بعد لما ببدأ أضيف على الجنزبيل الماء المغلي، وبغطيه برضو عشان أحتفظ بالزيوت الطيارة. وأول ما يدفى شوية ببدأ أضيف عليه عصير الليمون ومعلقة العسل. ودايما بضيف الليمون والعسل بعد ما المشروب يدفى شوية، عشان خاطر الفيتامين سي اللي موجود في الليمون بيبدأ ان هو يتأثر بدرجة الحرارة العالية وبيفقد معظم الفيتامين سي اللي موجودة فيه. كمان العسل بيفقد القيمة الغذائية بتاعته لو حطيناه في ماء مغلي. ده تاني مشروب وهنشربه برضو مرة أو مرتين في اليوم. ده هيساعدنا جدا عشان الجنزبيل فيه ألياف، هيساعدنا جدا على أولا التخلص من الإمساك والتخلص من الكوليسترول العالي، وكمان هيساعد على نزول الوزن. تالت مشروب عندي سهل وبسيط وهو الزبيب. بناخد معلقة كبيرة من الزبيب أو معلقتين كبار، بنقعهم طول الليل في نص كوباية من المية. تاني يوم الصبح ببدأ أشرب المية دي وأشرب وآكل الزبيب بالمعلقة عادي خالص. ده هيساعدنا على التخلص من الإمساك زيه زي القراصية بالظبط. ممكن أنقعها في الماء وأشرب المية بتاعتها تاني يوم الصبح، وبعد كده آكل القراصية. وممكن كمان إن أنا أغليه في اللبن وأبدأ أشرب اللبن مع الزبيب. ده يساعدنا جدا على التخلص من الإمساك. القراصية ميزتها إن أنا ممكن أنقعها في زيت الزيتون وأبدأ إن أنا أهرسها كويس جدا وآخد معلقة قبل النوم، أو إن أنا أنقعها لتاني يوم في الماء وأبدأ أشرب الماء ثم آكل القراصية. ممكن آخد العنب الأسود العادي ده، أبدأ أشيل البذر منه وأنقعه في اللبن. ده يساعدني جدا على التخلص من الإمساك، أو أغليه مع اللبن وبعد كده أبدأ إن أنا أكله. ده يساعدني على التخلص من الإمساك لأنه مليء بالألياف، والألياف دي بتساعد على حركة الأمعاء ويتخلصنا من الفضلات الزايدة الموجودة في جسمنا. رابع حاجة عندي إن أنا ممكن أجيب بذور الكتان أنقعها وأبدأ أشربها مع الحبوب أو بذور الشيا. الاتنين مليانين بالألياف، والمادة الجيلاتينية اللي فيهم بتساعد على التخلص من الإمساك. كمان ممكن إن احنا نغلي الكزبرة مع الحلبة معلقة ومعلقة، ونبدأ إن احنا نحليها بالعسل ونشربه مرتين في اليوم. ده يساعدنا على التخلص من الإمساك. كمان ممكن نستخدم معلقة من زيت الزيتون على نص كوباية من المية مع عصرة ليمون قبل النوم. ده هيساعدنا على التخلص من الإمساك، وكمان هيساعدنا التخلص من الناس اللي عندهم الكبد الدهني. كمان هيساعد على نضارة الوجه. ممكن نستبدل زيت الزيتون بزيت الخروع معلقة أو زيت السمسم. ممكن نستخدم كمان خل التفاح، بان احنا بنضيف معلقة من خل التفاح على نص كوباية من المية قبل الوجبات 3 مرات. ولكن لا يستخدموا الناس اللي عندهم ارتجاع في المريء او عندهم مشاكل في المعده. كمان لما نيجي ناخد خل التفاح ناخده بالشاليمو، لان تاثيره على مينا الاسنان ممكن يؤثر على مينا الاسنان ويسبب في ان هي تبدا ان هي تتاكل. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم ونال رضاكم، واشوفكم الفيديو جاي على خير باذن الله. دمتم بصحه وعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.